السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. فيديو النهاردة مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض أروع وأجمل الحلويات. هنعمل حلويات الورد، حلويات مقرمشة وخفيفة وجميلة جدا بشكل وطعم رائع. إن شاء الله هتعمليها وهتعجبك، وهنقول المقادير بالكوباية عشان تطلع معاكي مظبوطة. ويلا بينا نشوف الطريقة، بس يا ريت تتابعي الفيديو للآخر. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. ويلا بينا على الطريقة. اول حاجه هجهزها ان انا اعمل الشربات عشان اسيبه يبرد. هنزل بكوبايتين سكر وعليهم كوبايه ميه و3 شرايح ليمون. هشغل البوتاجاز واحط عليه الشربات، هقلبه تقليبه كده واسيبه يغلي. اول ما يبتدي يسخن هبتدي انزل عليه بمعلقه كبيره من عسل الكلوكوز، واضيف له شويه فانيليا واسيبه يغلي لمده دقيقتين، وبعد كده اطفي عليه البوتاجاز واسيبه يبرد. هكون محضرة نص كيلو دقيق أو 4 كوبايات دقيق، اللي هو مج الشاي العادي. والدقيق أهم حاجة إنك انتي تنخليه قبل ما تستخدميه علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. وهضيف ربع معلقة صغيرة ملح، وهنزل عليه بنص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني الزبدة تكون لينة ما تكونش جامدة من التلاجة. هبتدي أقلب الدقيق مع الزبدة لغاية ما الدقيق كله يتشرب بالزبدة. وهضيف معلقة صغيرة مليانة من خميرة الحلويات البيكنج باودر. هشتغل بعد كده بإيدي عشان أتأكد إن الدقيق كله اتغلف بالزبدة كويس. هعمل تجويف في الدقيق، وهنزل بعد كده ببيضة وارش عليها رشة فانيليا، وابتدي أقلب المكونات مع بعضها. أنا مستخدمة دقيق متعدد الأغراض. أهم حاجة إنك انتي تتأكدي إن نوع الدقيق اللي انتي بتشتغلي بيه يكون نوع كويس. هجيب ربع كوباية مية وهضيف لها ربع معلقة صغيرة من ماء الزهر. ماء الزهر اللي انا مستخدماه مركز، عشان كده ما بضيفش فيه كتير. لكن لو انتي مستخدمة الازاز اللي في السوبر ماركت اللي هي مش مركزة، ضيفي ساعتها 3 معالق كبار من مية الزهر. وهبتدي اضيف المية بالتدريج. هنزل الاول بربع كوباية المية اللي انا مجهزاها بمية الزهر، وهشوف في الدقيق لو محتاج تاني هزود. كده الدقيق محتاج ان انا ازود مية. هجهز جنب مني نص كوباية مية، هنزل اضيف منها شوية وارجع اعجن واشوف هحتاج تاني ازود ولا لا. هضيف شوية مية كمان. كده خلاص مش محتاج ان انا اضيف اي كمية مية تاني. يبقى هي كده هي خدت مني كوباية الا ربع مية. ربع كوباية الاولانية اللي احنا ضفنا لها مية الزهر، وبعد كده ضفت لها نص كوباية. وهستمر في العجن لغاية ما ملمس العجين يبقى ناعم. اهم حاجة انك انت تعجنيها كويس. هناخد جزء كده من العجين، شايفة شكلها عامل ازاي؟ كده العجينة بقت مظبوطة معاكي. هبتدي اقسم العجين ل3 اجزاء، وكل جزء هاخده والمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهغطيه بالكيس واسيبه يستريح لمدة 5 دقايق. العجينة استريحت، هبتدي اشيل جزئين واغطيهم بالكيس واشتغل في الجزء الثالث. وهكون محضرة كوباية دقيق جنب مني لاني هستخدمه في فرد العجين. هرش رشة دقيق وهنزل بالعجين عليه وهبتدي افرده. وابتدي اوزع شوية دقيق فوق من سطح العجين واوزعه على العجينة كلها، وابتدي افرده بالنشابة. وهنفرد العجين على شكل مستطيل. بعد ما فردت العجين وبقى سمكه رفيع، هبتدي اوزع عليه شوية دقيق وافرده كويس فوق من العجينة كلها.
وهبتدي اطبق العجين. هجيب الجنب الاولاني اتنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، واوزع عليه كله دقيق، واجيب الجنب التاني احطه فوق منه، واحاول اظبط العجين ان انا اشد العجينه كده وافردها بحيث ان هي تبقى نفس حجم الجزء اللي تحت، واوزع عليه شويه دقيق وافرده كده، وهقلبه الناحيه التانية واوزع دقيق فوق منه بنفس الطريقه. وبالنشابه ابتدي افرده لغايه ما يبقى السمك بتاعه رفيع، بس مش رفيع قوي يعني. هتشوفوا السمك بتاعه بقى هيبقى عامل ازاي. بعد ما افرد العجينه بالطول هبتدي افردها بالعرض. شايفين سمك العجينه عامل ازاي؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه. بعد ما فردتها خلاص هبتدي اقلبها الناحيه التانية واوزع عليها شويه دقيق، وهبتدي اطبقها. زي ما انتوا شايفين الجزء الاولاني عباره عن 3 تلات، تلتين وفوق منه التلت الاخير. مع كل خطوه بوزع عليه دقيق. شايفين ادي دي كده طبقتها، وعملت بقيه العجين بنفس الخطوات اللي احنا شفناها. ادي كده معايا 3 اجزاء من العجين، هشيل منهم جزئين وهشتغل في الجزء الاولاني. وبالنسبة للجزئين اللي انا شلتهم هحطهم في الكيس واغطيهم كويس عشان العجين ما ينشفش مني، لغاية ما اخلص شغل في الجزء الاولاني وارجع اشتغل في الجزئين التانيين بنفس الطريقة. هرفع الجزء اللي انا هشتغل فيه وهرش رشة دقيق وهرجع احطه تاني فوق من الدقيق، وهبتدي افرده بالنشابة. ببتدي من النص وانزل بيها لتحت، ومن النص اطلع بيها لفوق علشان تفردي العجينة كويس وتطلع معاكي كلها مظبوطة. بتشتغلي بالنشابة مرة بالطول ومرة بالعرض في قلب العجين. بعد كده هجيب النشابة الصغيرة ابتدي افرد بيها عشان ارفعها اكتر. بالنشابة الصغيرة بقدر اتحكم في شكل العجين اللي انا عايزاه. انا عايزة اظبط الشكل ويطلع معايا مربع كده. خلاص انا وصلت للسمك اللي انا عايزاه. شايفين السمك رفيع ازاي؟ ده السمك المطلوب. هبتدي اجيب القطاعة وهجيب شكل مربع، وهقطع العجين وامشي بالترتيب كده، يعني جنب المربع الاولاني اللي هعمله، يعني بحيث ان انا اوفر في العجين ما هقدرش منه كتير. واضغط عليه ضغطة كده كويسة هتأكد ان العجينة اتقطعت، وهمشي كده بالترتيب. كده انا خلاص قطعت كل المربعات اللي اقدر اطلع بيها من العجين. فاضل شريط رفيع تحت ده مش هيطلع لي مربع كبير اللي انا بستعمله، فهقوم جايبة مربع صغير، شكل مربع صغير اصغر، وابتدي اقطع بيه بحيث ان انا استفيد بالعجينة كلها اللي انا فرداها. دي ممكن تطلع لي ورد حجمه صغير. بعد ما قطعت كل كمية العجين اللي عندي المربعات هبتدي اشيل كل مربع واشيل منه العجين الزيادة علشان الشكل المربع يطلع معايا مظبوط. بالنسبة للعجين الزيادة اللي انا بشيله ده هرجع استخدمه تاني. مفيش حاجة في العجين هنرميها، هنستغل كل كمية العجين اللي معانا. هجيب طبق واحط فيه معلقة كبيرة من الدقيق وهضيف له معلقتين صغيرين من المية وهقلب. هشوفه محتاج مية تاني ولا لا. كده هضيف له معلقة مية كمان وهقلبه. ده السمك اللي انا عايزاه، لان المية بدقيق ده يعتبر المادة اللاصقة اللي هستخدمها في عمل الورد. هنبتدي نعمل الورد. هجيب 3 مربعات وهحطهم فوق من بعض. بعد ما ظبطت المربعات فوق من بعض كويس هبتدي اجيب السكينة وهقطعهم الاربع جوانب قطعة كده خفيفة، مش هوصل للنص. النص هسيبه زي ما هو، مش هقطعه بالسكينة. يبقى ال3 مربعات اللي انا حطيتهم فوق من بعض اتقطعوا نفس القطع، ومن النص كلهم ممسوكين نفس المسكة. هبتدي بقى اشيل كل مربع لوحده وهبعده.
بالنسبة للمربع اللي هو اللي تحت خالص، لو لقيتي حاجة ممسوكة فيه ما اتقطعتش، ممكن بالسكينة ترجعي تاني تعيدي عليها. شغل الورد ده عايزك تعمليه وانتي تكوني حابة فعلا الموضوع انك انتي تعمليه عشان يطلع مظبوط معاكي. هجيب بعد كده المية بالدقيق اللي انا عملتهم، هحط نقطة صغيرة في النص، وابتدي اجيب المربع التاني. بصي طريقة تركيبه، مش هحط فوقه منه بالظبط، لا هعوجه بالشكل ده، واقوم حاطة نقطة دقيق في النص تاني. المربع التالت هظبطه على نفس اتجاه المربع الاولاني. شايفة الشكل عامل ازاي؟ هجيب ايد المعلقة الخشب واضغط ضغطة خفيفة علشان يلزق التلات مربعات مع بعض. وبكده انا خلصت الوردة الاولانية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنعمل مع بعض الوردة الصغيرة. هجيب 3 مربعات صغيرين اللي انا قطعتهم بالقطعة الصغيرة، هحطهم فوق من بعض، وهجيب السكينة واقطعهم من ال4 جهات، وهخلي النص مش هوصل ليه السكينة خالص، يعني من النص هما ممسوكين مع بعض، واقطع كده وانزل بيها لتحت عشان ال3 يتقطعوا كلهم نفس القطعة. وابتدي اشيل الورقة الاولانية والتانية، هحط نقطة من اللزق، المادة اللزقة بتاعتنا اللي هي المية بالدقيق، وهعكس تركيب التانية، وهحط نقطة في النص من الدقيق. بعد كده اعدل بقى المربع التالت، واجيب المعلقة الخشب اضغط ضغطة كده من النص، كده مسكوا ال3 طبقات مع بعض. كده الوردة خلصت. شايفين سهلة ازاي؟ كل الورد هعمله بنفس الطريقة، والجزئين التانيين من العجين هعمله نفس الطريقة اللي انا استعملتها وعملتها في الجزء الاولاني. حطيت ال3 مربعات على بعض وبالسكينة قطعت، وبعد كده اشيل ال3 طبقات وارجع اوزعهم تاني بعد ما احط المادة اللاصقة المية بدقيق، او عكست الطبقة التانية نقطة دقيق وعدلت الطبقة التالتة. خلاص كده كل الكمية هتتعمل بنفس الطريقة. الورد اللي انا بخلصه كنت جايبة صينية وحاطة فيها كيس بلاستيك وموزعة عليها الورد، وبعد كده غطيته بكيس بلاستيك واسيبه يستريح لغاية ما اقدح الزيت. اهم حاجة انك تسوي الورد في زيت غزير ويكون سخن كويس. بالنسبة لبواقي العجين اللي اتبقت معايا بعد ما عملت المربعات، عجنتهم مع بعض كلهم وفردتهم بالنشابة وقطعتهم مربعات صغيرة. دول اللي هبتدي بيهم اول حاجة لما اجي اقلي في الزيت، علشان انا عايزه انزل بالورد وانا متأكدة ان الزيت سخن جدا. خلاص اهو ابتدى يحمر، هبتدي اشيله واحطه في الشربات. تاني قلية هبتدي انزل بالورد لان انا خلاص اتأكدت ان الزيت سخن جدا. شوفوا بقى طريقة تحمير الورد ازاي. نزلت بالوردة في قلب الزيت، وبايد المعلقة الخشب حطيتها في نص الوردة، وبقيت ساندة على الوردة كده لغاية ما انتفخت وابتدت تنفش. اول ما نفشت خلاص انا رفعت المعلقة الخشب، خلاص انا مش محتاجاها، بس ديت علشان الورق بتاع الوردة يلم حوالين ايد المعلقة الخشب. هنشوف التانية كده كمان مع بعض. اهي نزلت بيها وسندت بالايد الخشب عليها، هتبتدي الورق بتاعها ينتفخ ويلتف حوالين الايد الخشب. شايفين اول ما عملت كده خلاص هسيبها، مانيش محتاجة اسندها بقى، خلاص كده هي نفشت واتلمت حوالين ايد المعلقة الخشب. هبتدي بقى اتابع تحميرها، علشان كده بقول لكم زيت غزير علشان يبقى مغطي الوردة. ابتدي اقلب الناحية التانية عشان تستوي من الناحية التانية وشها يبقى ذهبي. تقلبي فيها وتفضلي متابعاها كده وانتي واقفة جنبها. خلاص كده استوت، هبتدي اطلعها واحطها في الشربات اللي احنا عاملينه. شايفين شكلها بقى جميل ازاي؟ فعلا تحفة. وهنسوي كل كمية الورد اللي احنا عاملينها بنفس الطريقة.
الورد هنا نزلت بيه في قلب الشربات وهبتدي اوزع الشربات عليه. شايفين شكل الوردة جميل ازاي؟ هنا خلاص بعد ما طلعت كل الورد من الشربات هبتدي اجيب سمسم محمص واوزعه في كل وردة، احط شوية سمسم. والورد الصغير مش هننساه طبعا، هنقوم حاطين فيه شوية سمسم صغيرين. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت الورد. شايفين المربعات الصغيرة والورد الصغير شكله جميل جدا، وشايفين الوردة ازاي الورق بتاعها منفوخ، فعلا جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.